الأهلي بيتعادل مع الزمالك 1-1 في مباراة برعاية عك كولر لا ينتهي. يعني آخر بتاع 3 ماتشات أصلا بيعك وحاجات كتير قوي في التشكيلة، خصوصا يعني ماتشات الأهلي والزمالك الأخيرة. فبجد يعني حابب أقول، ولا كنا نسمع عن الكلام ده أيام بيتسو موسيماني والله. يعني بجد يعني يا جدي أنت سبت فراغ كبير والله يا اسطى. اي نعم كنت يعني بتعك وبتبلم قدام الفرق اللي بتقفل، بس كنت بتيجي الماتش ده بتبلعهم 3 4 5، ما كانش بيبقى لهم صوت. يعني حتى انت متخيل اصلا ماتش انت نازل المفروض الماتش ده يعني نازل تنزل تكسبه، خصوصا ان يعني الزمالك ما كانش بيهاجمك، لا انت ايه بقى، بادئ بتشكيل مفيش اوسخ من كده يعني. حاطط 2 باكات ما بيهاجموش، بتدافع في ماتش انت يعني المفروض تنزل تخطف الماتش بدري بدري وتسهل الدنيا. بس انا والله لازم يعني حتى كنت متوقع التشكيل اللي هو هيبدأ بيه امبارح. يعني انت عندك كذا حل، عندك كذا لعيب. عندك كان ممكن تبدأ مثلا بهاني وتبدأ او بالديفيس باك شمال، على الاقل يبقى عندك زيادة هجومية بدل جراديشار اللي هو كان بينزل اصلا يعمل ادوار مش ادواره، وكان بيساعد الفرقة وكان يعتبر بياخد كل الصراعات الهوائية. يعني الواد ده يعتبر النهارده هو اللعب، هو امام عاشور في يعني في الكور اللي جات له. ولما بن شرقي برضو نزل يعني كان في كذا كورة. أول حاجة نتكلم عن التشكيل. بدأ بالشناوي حراسة المرمى، قدامه أشرف داري. ما أنا كنت متوقع مصطفى العشي، بس هو لاعب أشرف داري اللي برضو يعني النهاردة في كرة الهدف يعني مسؤوليته هو وكوكا والشناوي يعني. بس هم يعني كوكا اللي حط عليه يعني نسبة الهدف بتاع 70% يعني، عشان يعني جابها حرفيا يعني سايب شارع وراه. و... وربيعة وأكرم باك يمين، كوكا باك شمال، قدامهم مروان وأحمد رضا. اللي كانوا بيعملوا في الشوط الأول ميس باص كتير أوي، خصوصا أحمد رضا. يعني مروان ما كانش بيعمل ميس باص كتير. قدامهم إمام محمد عبد الله اللي النهاردة ما كانش فايق وما كانش في أحسن حالة، فأنت كنت ممكن أصلا تعمل تغييرات كتير بين الشوطين وتعدل تشكيل. بس أنا مش عارف، رحت تنزل لي أسامة أبو علي في الدقيقة 82، يعني صباح الفل. وحسين الشحات النهارده يعني كان عمل كورتين تلاتة، بس باقي الماتش يعني مختفي. باقي الماتش تايه، باقي الماتش مش فاهمك يا اسطى، انا مش فاهمك. انت في ايه؟ انت مالك يعني كده في ايه؟ الشوط اول ما كانش فيه يعتبر حاجه خالص، الا يعني التسديده بتاعت امام عاشور اللي لعبها في الدقيقه 16 اللي هي جت في العارضه، اللي لمست ايد عواد وجت في العارضه. غير كده الشوط اول الفرقتين واخدين حذر من بعض، ما فيش اللي هي الفرص الخطيره دي، يعتبر كانت اخطر فرصه. باقي الفرص يعني حتى كان من هنا ومن هنا ما كانش فيه الفرص يعني الخطيره اللي هي الفاولات او الركنيات، يعني ما كانش فيه الفرص اللي هي من اللعب المباشر. يبدا الشوط الثاني الاهلي برضو مستحوذ وماسك كوره والريتم، بس الريتم بطيء قوي. الريتم بطيء قوي عليه، يعني علامه استفهام، تحس اصلا ان كولر فعلا مش محضر. وحتى يعني ايه، عمل تغييره في الدقيقة 56، نزل بن شرقي مكان محمد عبد الله، يعني وحاول ايه يظبط الدنيا شوية. بعدها يعني بعدها بحوالي ربع ساعة تيجي كورة كده لجراديشار اللي خد الكورة كده من ناحية من ناحية الجناح كده، وعرض عرضية يعني عرضية ممتازة لبن شرقي اللي بيفنش بدماغه بشكل كويس ويسجل هدف المية ليه في مسيرته. ويسجل أول أهدافه ورفض يعتذر. بس ماشي يا اسطى ماشي. يعني حتى أدائك دفاعيا في الجون يعني مش فاهم يعني في ايه. يعني يعتبر برضو مرجعش يدافع في الكورة دي يعني، وكان في برضو مساحة ما فيش ربط خالص. بس ماشي. برضو يعني كان نزوله يعني حرك الفرقة كويس قدام، وكان ليه شكل وكان بيحاول بكذا فرصة. يقوم بقى كولر يطلع جراديشار بدل مثلا ما يهاجم وبيهاجم مثلا باتنين، تهاجم بجراديشار ووسام، لا طلع جراديشار ونزل وسام.
المهم بعدها في الدقيقة 84 الزمالك قدر بكورة، ناصر منسي لعب بكورة مش تقريبا عمر جابر. اه كان تقريبا عمر جابر لعب الكرة جوه كده. الكرة تعدي من أشرف داري وتعدي من الشناوي تيجي البنتايج اللي يعتبر الكرة قدامه سهلة وجون فاضي يجيبها هو. يخلص الماتش تعادل بسبب عك كولر. عك كولر اللي ما بيخلصش، عك كولر اللي ما بينتهيش، عك كولر الواحد مش فاهم في ايه، يعني انت في ايه؟ انت بتعك بقالك بالذات يعني كام ماتش اهلي وزمالك اخير، عمال بتضيع نقط. وخصمك اللي هو السنة دي اللي بينافسك بيراميدز عمال اللي هو يعني كل شوية أصلا بيستفيد من وراك، بيستفيد من تعثراتك. فده أصلا منظر مدرب أو شكل أنت هتلعب بيه في كأس عالم أندية؟ يعني ده صباح الفل يعني. بجد يعني الواحد مش عارف هيقول إيه. كل الدعم للنادي الأهلي. آه كل الدعم للنادي الأهلي، بإذن الله اللي جاي أحسن. بس الواحد كان نفسه يكسب عشان الزياطين اللي فرحانين بنقطة التعادل صباح الفل. والمهم دلوقتي اللي هو بيكلمك على فرق إمكانيات. طب ما أنت يا اسطى عندك الجزيرة أحسن تسعة في مصر، وعندك زيزو أحسن لاعب في مصر. ده غير الجمهور بتاعهم العبيط اللي عمال أصلا يشتم إمام قبل الماتش ويتكلم عن مراته والهري ده كله. بس أنت إزاي بقى لما أنت مثلا بتيجي تجيب سير الشيكابالا وتقول ميت فنيا، لازم يحوروا ولازم يأفوروا. بس ده مش جديد على الجمهور العبيط ده يعني. كل الدعم للنادي الأهلي في اللي جاي. السلام عليكم.